نمر فقط إلى الهام الذي أن تم العثور على جثة الطفل مهدي طيب صاحب 13 سنة بولاية غليزان. الطفل مهدي اختفى منذ يومين بدوار سيدي ويس بسيدي سعادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عن الموضوع نبدأ اتصال مباشرة مع مراسل تلفزيون النهار من ولاية غليزان حمزة زروقي. أهلا بك حمزة. أهلا زميل الجسور. حمزة زروقي، هل من تفاصيل عن هذه الفاجعة؟ نحن الآن متواجدون بموقع الحادثة، أين تدخلت مصالح الدرك الوطني التي بدأت في عملية تمشيط منذ يومين ليتم زوالا العثور على جثة الطفل الطيب البالغ من العمر 13 سنة مشنوقا بالقرب من منزلهم. والآن مصالح الحماية المدنية تدخلت في الفور لإجلاء الضحية، ومصالح الأمن باشرت تحقيقا عاجلا في هذه القضية. الآن متواجدون. نعم، أين تم العثور على الجثة؟ بالقرب من منزلهم على بعد 2 أو 3 متر. لم تتضح بعد الأسباب أو ترجيحات؟ نحن الآن في تواصل مع أهل الضحية لمعرفة ربما ملابسات أو لأننا التحقنا حالا في عين المكان. نعم، وسنوفيكم بها في أكيد سيكون لنا مواصلة لهذا المصاب بالجلل. شكرا لك سيد مراسل تلفزيون النهار حمزة زروقي من غليزان، شكرا جزيلا لك.